السلام عليكم، مرحبا بكم فيديو جديدة سور ماشين هدى دادو. قبل ما نبدا هاد لا فيديو كالعاده ما تنساوش ديروا لي جيم سور لا فيديو، واللي ما راهيش مشتركه نقولها اشتركي في القناه، راح تستفادي بزاف ان شاء الله. وماذا بيا تعطوا لي رايكم في لي كومونتير، يعني التعليقات تاعكم تشجعني بزاف صراحه. والتعليقات السلبيه كالعاده كيما تفهمنا ما نشوفوش فيها سورتو، ولا غير نفتح هذا القوس. سورتو كاين اللي تقول لك سرقتيها من لاشين فلانيه، ولا جبتي لا غوسيت هذه تاع فلانه. يا البنات يا خياتي، ولا رانا كامل نتعلموا، رانا كامل نشوفوا دي غوسات. وعلاش ماشي فلانه تعلمتها عليا، وعلاش ماشي تعرفني ورفدتها عليا؟ وما فيها والو، انا تاني لو كان نتعلم عليها ونجي نقدمها في القناه ديالي انا بوغ موا. ماشي كامل بروبليم هذا، يعني فتحت لكم هذا القوس برك. وعلاش التعليقات الجارحه، وعلاش تقول لك سراقه؟ ما جو سي با بوركوا. المهم اليوم خيرت لكم هاد لو غولي، راه فايلو بزاف بنين، وراح نعطي لكم كامل النصائح باش يجيكم هكا واقف، يجي شباب بيان غولي وما يطيح لكمش. شوفوا كيفاش طري، راهو طري هايل كي نقسمو او ميم طون ما طاحليش، يعني قسمتو فاسيلمون. تبعوا لا فيديو حتى لافان، هكا تشوفوا كامل لي زاستوس والطريقه. هو ساهل مي بون، كاين كلكو زاستوس ان شاء الله تتبعوهم. نروح نشوفوا لا فيديو. نبدا بسم الله. عندي 5 حبات بيض كنت غسلتهم، وانا راح نفرق البياض على الصفار. راح نحط البياض في البيتخان. 5 بياض بيض نحطهم في البيتخان، ولا تقدروا تستعملوا الباتور يعطي لكم يعني نفس النتيجه. والصفار حطيته في صالة الاخر. فوالا، هنا البيض يكون نورمال، انا نديره بارد، ماشي شرط يكون بحرارة يعني المطبخ بارد، ولا بحرارة المطبخ كيف كيف. نزيد قرصة تاع الملح في بياض البيض. نزيد لافاني، انا درت اللافاني في لي دو كوتي، نحبها صراحة سورتو وين يكون البيض. وراح ندير 5 ملاعق كبيرة تاع السكر، ما ديروهمش ممسوحين، عمروهم نورمال. 5 ملاعق كبيرة تاع السكر مع بياض البيض. وفي الجزء الاخر تاع اللي فيه الصفار، 5 صفار بيض، 6 ملاعق كبيرة تاع الفارينة، 5 ملاعق كبيرة تاع الحليب، و5 ملاعق تاع الزيت. يعني هاد القاعدة كلش 5 5 5، غير الفارينة اللي 6 ملاعق. هذه هي. وزدت الزيت. ودوكا راني نخلط البياض البيض مع السكر ولافاني وهذيك القرصه تاع الملح، نطلعهم حتى يبيض الخليط ويتضاعف الحجم ديالو كيما راكم تشوفوا. فوالا، نطلعهم بيان. هاد لا جينواز ولا هاد لو بسكوي بزاف هايل، ما يتقطع لكم. والغولي كي راح تطوروه ما راحش يتكسر. نتمنى ان شاء الله تجربوه، على بالي راح يعجبكم. بعد ما طلعت البياض مع السكر راني نخلط، يعني حتى طلعوهم باش تخلطوا باش ما يشفلكمش هذاك الخليط، باش الفارينه ما راحش تشرب لي ليكيد. انا حتى نطلع البياض راني نخلط الخليط الثاني اللي درت فيه 5 صفار، 6 ملاعق كبيره فارينه، 5 ملاعق زيت، و5 ملاعق حليب. فوالا. ودوكا هي نورمالمون بلا ما نعاود نرجعو في البيتخام، نورمالمون بملعقه ولا بسباتول نخلط. انا هنا ضربتو خفيف برك بالبيتخا، عاود رجعتو بلا ما طيحت الميلونج، ضربتو يا ربي 5 سكوند 6 سكوند. شوفوا الخليط كيفاش ولا هايل، ما لازمش يكون ليكيد، يقعد رغاوي. شوفوا كيفاش يولي. ومام طون راهو منسجم مليح، يعني الفارينه راهي مخلطه مليح مع الخليط الاخر. شوفوا هنا جبت سنيوه تاع الفوغ العاديه، هذيك الكحله كامل عندكم على بالي. فرغت فيها لو ميلونج، اللي حباتو شويه خشين دير سنيوه اصغر. انا الغولي باش يجي بيان غولي نحبو شويه رقيق. وهنايا راني نبسط فيه. وحاولوا قدر الامكان ديروه نيفو واحد. شوفوا هنا كي نبسطو عاودت جزت عليه كامل باش يجيني نيفو واحد، ومشيتو حتى الاطراف. هنا السنيوه فرشولها لازم بابي كويسون كيما درت انا، فرشتو. وهاد الغولي نصيحة البنات يطيب بالعقل، يحب يطيب على فرن 180 درجة مدة 15 حتى 20 دقيقة، يعني أنا ندير له 15 دقيقة، من بعد نحمره شوية من الفوق.
فوالا بعد 15 دقيقه طاب لي الغولي ديالي. طاب هايل. لي الفوق تاعها سخون بزاف، تعسو تاني باش ما يبسلهاش، ما لازمش يبس. بعد ما طاب لي قلبته هنا فوق هذاك السيليكون ونخليه باش هذيك لاكوش انا ما نحبهاش لاكوش اللي تجي من الفوق، بعدا ما كان باش تنحى لي. اللي تحبها تبقى ما تقلبوش، من بعد حتى تجي راح تستعملو باش تقلبو تكون بردت لاكوش هذيك ما راحش تتنحى. فوالا هنايا كنت طلعت لا شونتيي، طلعتها تعرفوا كامل طلعوها، كاس ولا زوج كيسان تاع شونتيي بكاس حليب، ولا كاس شونتيي بنص كاس حليب، هذا ما كان. وحكمت الغولي تاعي نحيت له البابي كويسون وراني نحي في الاطراف هذوك برك باش كي نغوليه يجي شباب. هذا ما كان، نحيت الاطراف وعاود قلبته فوق بابي باش كيما قلت لكم تنحات لي هذيك لاكوش. راني نكمل نحيها بيدي هكا. هذه لاكوش انا ما نحبهاش، كاين اللي يحبوها، يعني هي مام اذا خليتوها كي راح يترولا يجي شباب يبان كيفاش مرولي. هنايا كنت طيبت شربات اللي راح نشرب بها هاد الغولي. شربات عاديه، كاس سكر بزوج كيسان ما، تغلي 10 حتى 15 دقيقه، ما تغليش بزاف. كي تغلي زدت لها عطر البندق، ديروا لها العطر اللي حبيتو، عطر البندق ولا عطر اللوز، عطر الجوز، المهم الغولي حبيتوه. انا خيرت له هنا عطر البندق على جال لا كولور تاعو، شوفوها شابه يعني، وزيد الكو ديالو بنين بزاف هاد لاغوم. وراني شربته. هنا شربت كلش بارد في بارد، جينواز كانت بردت لي ماشي في فريجيدار، وسيغو ديالي تاني كان بارد من الفريجيدار. ديجا هذا ماشي سيغو شربات، يكون خفيف على سيغو. هنايا راني ندير في لاشونتيي. هنايا النصيحه راني نقولها لكم، لاشونتيي ديروا كوش رقيقه باش كي تدوروه تكونوا تروليو فيه يجي شكل ديالو شباب. لو كان ديروها كوش خشينه ما راحش يترولا لكم بيان. ديروا كوش رقيقه يا ربي نص مليمتر. بعد ما درت لاشونتيي نحط فوقو المكسرات اللي نحب. انا هنا درت ان ميلونج تاع اللوز والجوز. فوالا اسمحوا لي كالعاده في الفيديو تاعي ملي نبداهم انا نجري نزرب في الهضره، ان شاء الله نكون ما راطيت والو. نزرب باسكو توجور نزرب لا فيديو باش ما تكونش طويله وممله، وتشوفوها كامل يعني باش تبعوها حتى الاخر. المهم هنايا بعد ما درت المكسرات بديت ندور. تبداو كيما شفتوا، تبداو تدوروا الوسط هذاك باش يبان شباب، شويه تدوروه برك من بعد تكملوا. وشوفوا كيفاش دار معايا فاسيلمون. بعد ما دورته كامل راح نعاود ندورو في البابي ونحطوه هنا. المعلومه هذه ولا النصيحه هذه اعتمدوا عليها، حطوه في الكونجيلاتور على الاقل 4 ساعات. راح يساعدكم في الخدمه، راح يساعدكم في التقطاع، وراح يجي متقون هايل، يجي بروفيسيونيل. شوفوا بعد ما تكونجلا لي، شوفوا كيفاش راني نرفدو فاسيلمون، اون ديري با ان غولي مشرب وطري ويتو. و ميم طون لا شونتيي كي راني نغلفو بها راح انا نغلف وهي تجمد، راح يجي التغليف ديالو بزاف شباب. شوفوا الطريقه كيفاش راني نغلف. هذه هي طريقه تاع تغليف تاع الغولي، يكون لازم تكونجلا وما تخافوش عليه. يعني انا تكونجلا لي كومبليتمون، انا صراحه خليته ليله كامله تكونجلا، ساعدني بزاف في الخدمه. ومن بعد كي نقسمو راح يبقى واقف، راح نقسموه هو مكونجلي، الحبه تجي واقفه. من بعد كل حبه راح تطلق روحها، ومامتو ما راحش تجيكم طايحه، يعني تقعد طريه هايله، ويعني يجي خدمه هايله صراحه. فوالا راني نغلف فيه كامل بالعقل، سعفوه وين تشوفوا فراغ هكا كي تمشيو الموس ديالكم ولا لا سباتول ولا الكوبات ولا كل وحده باش حبت تغلفوا، مشيو وسعفوه بالعقل وعمروا كامل الفراغات باش يجيكم عمل متقون. شوفوا هنا غلفتو تري بيان. من بعد جبت نواد كوكو وراني نرش فيه. على بالكم كي نقولوا رافايلو نقولوا نواد كوكو، والداخل تاني بيان سيغ راه فيه اللوز، انا زدت له الجوز. فوالا شتو يعني بمقادير بسيطه. وب5 حبات بيض برك راح يخرج لنا 11 مورسو، هو يعني خرج من 10 ل 11. دوكا شوفوا راح نرفدوه بهذه الطريقه. دخلوا الموس من تحت ورفدوه، راح نحطوه باش نقطعوه. فوالا
شوفوا كي يكون كونجيلي يجيكم ساهل للخدمه. مازالوا لحد الان كونجيلي، ودوك تشوفوا معايا كي نقطعو كيفاش يجي ساهل. هنا اشاك فوا نمسح الموس، مسحت الموس بشيفونه تكون منديه ودافيه بماء دافي. شوفوا لهنا كيفاش هو يتقسم فاسيلمون، ونتحكم فيه نرفدوه كيما نحب نلعب به. شتو الحبه لو كان ما كونجليناش نتوما تقسموا هو يحبط باسكو مشرب وطري، والحبه ما ترفدوهاش كيما حبيتو. شوفوا هنا كيفاش نقسمو ونلعب به كيما نحب. فوالا هادو هما النصائح، ان شاء الله ان شاء الله تستفادوا منهم، وان شاء الله تجربوه وتشاركوه معايا في الجروب ديالي سور فيسبوك. الجروب ديالي سور فيسبوك كيما لاشين غاتو اي غوسات هدى دادو. نخلي لكم الرابط ديالو، ماذا بيا تدعموني ولا غراني نخطف من وقتي باش نحط لكم لي فيديو. ان شاء الله تستفادوا وان شاء الله تدعموني. فوالا شوفوا شحال شباب قطع لي 11 مورسو، يجيكم يعني عمل بروفيسيونيل متقون، وفي الاخير النتيجه رايحه تفرحكم بيان سور. دوكا رايحه ندير له تزيين بسيط جدا، هو ما تحبوا تخلوه هكا راهو شباب، يعني مغلف بنوات كوكو ديجا راهو شباب. انا حبيت نزيد له حاجه بسيطه، درت له دي غوزاس بركت على شونتيي. هنا نحيت شويه هذاك نوات كوكو باش يلصقوا لي لي غوزاس، وزدت رشيته من الفوق باي حاجه رشوه. انا كان عندي لوتوس مرحي رشيته به. في الاخير زدت له لافيدور، وهذا هو الشكل النهائي، يجي بزاف بنين. جيسبر نكون خفيفه عليكم، ونتلاقاو في فيديو جديده ان شاء الله، والسلام عليكم.